تخيل واحد بيقول للكمبيوتر اعمل لي كوبايه شاي. هل انت عبيط؟ هل أنت عبيط؟ مفيش عقل. الراجل بيكلم الكمبيوتر خلاص، يعني الله يكون في عونه. في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ يا جدعان عيب، يا جدعان، يا جدعان عيب، يا جماعه عيب، يا جماعه والله عيب، والله اللي بيحصل ده عيب. هتقول لي والله ايش استفدت؟ نفس المعنى، ايه اللي يو ار سيمبليك لوجيك يونت؟ والله ما استفدت شيء. اقول لك واحد، عشان الموضوع ده خطر وما تفكرش تلعب فيه. ما انت هتفهم النهارده البروسيسور، يعني هتفهمه النهارده، يعني هتفهمه ان شاء الله، يعني هتطلع مقفله كله. عشان دلوقتي لما تروح تشتري اي لابتوب الراجل يعرف ان انت فاهم. ما تروحش عشان بشرحها لك تروح تفتح اللابتوب بتاعك وتشوف هي فين. اوعى تعملها، انا بقولها لك بس دي ساعه اللزوم بنعملها. تلاقي واحد دلوقتي قاعد يقول ايه الكلام اللي انا دخلت فيه ده؟ انا بدات الكورس بكيف بدا الكمبيوتر، ودلوقتي انا داخل في بي سي واي ار واي سي سي وكلام ما يعلم به الا ربنا. اقول لك واحده 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 واحده، تبقى اساسك صح عشان تعرف اللي احنا داخلين عليه واحده واحده. وخليك دايما فاكر ان البرمجه كود بس الهندسه موجود. اهلا بيكم طلابنا حبايبنا، طلاب اولى وثانيه بكالوريا. اهلا بيك يا صديقي. بما انك اخترت مسار الهندسه وعلوم الحاسب فانت اكيد هتدرس ماده البرمجه والذكاء الاصطناعي. عشان كده احنا عملنا لك كورس تاسيسي من الصفر، من اول كيف بدا الكمبيوتر لغايه ما هتكتب اول كود ليك بايدك ان شاء الله في نهايه الكورس. فعايزك كده تصحصح وتركز معايا، تحضر لك حاجه تشربها وورقه وقلم واكتب ورايا كل كلمه هتتقال في الكورس ده. عايزك تكتب ورايا كل حرف هيتقال، عشان احنا هنا بنبني جيل جديد من المهندسين. فيلا جهز نفسك ويلا بينا نبدا الكورس التاسيسي بتاعنا. واوعى تنسى ان البرمجه كود بس الهندسه موجود. يلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها هي البرمجه حولنا. البرمجه موجوده في كل شيء في حياتنا. انت مثلا اول ما صحيت من النوم النهارده اول حاجه عملتها مسكت تليفونك. طيب مسكت تليفونك عملت ايه؟ والله مثلا بصيت في الساعه، شفت الساعه كام. بعد ما بصيت في الساعه رديت على مسج على الواتساب من نوتيفيكيشن او من الابلكيشن نفسه، بتتفرج عليها دلوقتي من على اليوتيوب. دفعت لحد على انستا باي لو انت راجل غني بقى او انت معاك فلوس بتستلم فلوس، فانت دفعت على انستا باي او فودافون كاش او ايا كان. فانت على مدار يومك استخدمت ابلكيشن من الابلكيشنات دي الموجوده دي كلها. طيب الابلكيشنات دي مين اللي عملها؟ الاجابه بكل بساطه المبرمجين اللي زيي وزيك. ما انت خلاص جيت على اول الطريق. بس المبرمجين دول كان فيهم ميزه، المبرمجين دول ما اتولدوش عبقره من اول يوم، هم كانوا بينحتوا في الصخر لغايه ما وصلوا للي هم فيه حاليا. فعايزك ما تيأس، شد حيلك كده واكتب ورايا كل كلمه بنقولها. يلا بينا. ما هي البرمجه؟ ايه هي البرمجه؟ يعني ايه برمجه؟ هقول لك باختصار البرمجه هي ان انا بدي الاوامر تعليمات او اوامر عشان ينفذ لي حاجه معينه، حاجه محدده. اقول لك يعني ايه؟ هديك مثال. دلوقتي انت عندك واحد صاحبك طلبت منه يعمل لك كوبايه شاي، فقلت له بعد اذنك روح اعمل لي كوبايه شاي. صاحبك هيخش المطبخ هيتعامل هو ويعمل لك كوبايه الشاي ويقول لك اتفضل اهي. طيب تخيل انت بقى واحد بيقول للكمبيوتر اعمل لي كوبايه شاي، اللي هو هل انت عبيط؟ واحد بيكلم الكمبيوتر، الراجل خلاص يعني دماغه لسعت خلاص. اكيد لا، اكيد ده كلام مش منطقي. طيب ايه الحل؟ افرض بجد انا عايز اقول للكمبيوتر اعمل لي كوبايه شاي، بجد هيعملها ازاي؟ والكمبيوتر بيفهم زينا؟ هقول لك لا. عشان كده لازم اقول له خطوات معينه يمشي عليها. يعني ايه خطوات معينه؟ هقول له والله يا عم الكمبيوتر روح المطبخ اغسل الكوبايات، حط الميه في الكاتل مثلا، حط الشاي في الكوبايات، اغلي الميه، صب الميه، وهكذا. في الناتج في الاخر هيطلع لي كوبايه شاي، هقول له هاتها وتعالى. انما هو مش هيفهم لوحده. عشان كده احنا عندنا في الكمبيوتر بتاعنا حاجه اسمها garbage in garbage out. جهاز الكمبيوتر بتاعنا اسمه garbage in garbage out. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت للكمبيوتر بتاعي روح اعمل لي شاي، او بترتيب الخطوات قلت له روح المطبخ هات لي كوبايه شاي، هيروح المطبخ ويجيب لي الكوبايه على طول. مش هيعمل لي شاي، هيجيب الكوبايه ويجي. انت قلت له كلمه معينه هو نفذها، بينفذ اللي انت بتطلبه منه بالظبط، لا زياد ولا اقل. يعني الكمبيوتر بتاعنا الجهاز اللي حير العلماء ده كله، الجهاز ده غبي ما بيعرفش يفكر ولا يستنتج ولا يعمل اي حاجه من دماغه، لازم انا اللي احركه واقول له يعمل ايه. طيب عشان افاجئك يا صديقي، انت بالفعل بدات في اول كونسبت او اول محتوى من محتويات البرمجه. عارف المثال اللي احنا عمالين نقوله ده، مثال الشاي اللي هو روح على المطبخ اعمل لي شاي، هات حضر الكوبايه، الكلام ده كله، ده احنا بنسميه في علم البرمجه مفهوم الالجوريزم. دي خوارزميه دي خطوات بحطها للكمبيوتر يمشي عليها عشان ينفذ لي حاجه معينه. الخطوات دي وترتيب الخطوات دي اسمها الجوريزم او اسمها خوارزميه. يعني ايه خوارزميه؟ مجموعه
مجموعه من الخطوات المرتبه لحل مشكله او تنفيذ مهمه معينه. طيب يعني ايه؟ يعني انا بقسم المشكله اللي عندي لخطوات صغيره وبرتبها واديها للكمبيوتر بتاعي، فالكمبيوتر بينفذها. يبقى هو بيبقى قدامه خطوات صغيره مترتبه بتأدي في الاخر ان هو يطلع لي الناتج اللي انا عاوزه. دي بنسميها الجوريزم. طيب علشان تبقى فاهم، البرمجه عمرها ما كانت حفظ. البرمجه عمرها ما كانت حفظ. احنا مش بنحفظ اكواد. الاكواد بتتغير من لغه للتانيه. البرمجه ما هي الا اداه بتساعدني ان انا احل مشكله، لا اكتر ولا اقل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك والله زيها زي اي لغه عادي، اي لغه في العالم، عربي، انجليزي، الماني، فرنساوي، اسباني. في الاخر انا عايز اقول الجمله بمعنى معين، عايز اقول لك والله انا اسمي احمد، هقولها لك عربي، انجليزي، اسباني، المهم المعنى هيوصل في الاخر. فاحنا ما بنحفظش الكود. ممكن تعمله بلغه بايثون، ممكن تعمله بجافا سكريبت، ممكن تعمله بجافا، بي اتش بي الى اخره. فالكود هو اداه تنفيذ. احنا بنفكر ازاي نحل المشكله صح، ازاي نقسم المشكله. انا عندي مشكله وعايز حلها ضروري، ازاي اقسمها لخطوات صغيره واعرف احل. ده هدفنا كمبرمجين، ده اللي احنا بنعمله ونسعى اليه. لكن الكود ما هو الا اداه بحل بيها المشكله. يعني الكود عمره ما كان حفظ. طيب دلوقتي من اسم المسار بتاعك عمالين نقول مسار الهندسه وعلوم الحاسب. يعني ايه اصلا علوم الحاسب؟ سالت نفسك يعني ايه علوم الحاسب؟ هل علوم الحاسب دي برمجه بس؟ او هي يعني ايه اصلا علوم الحاسب؟ تعال نشوفها مع بعض. بيقول لك علوم الحاسب هو علم بيدرس كيفيه عمل الحاسوب وكيفيه استخدامه لحل المشكلات وبناء الانظمه. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ هقول لك يعني هو علم بيدرس الكمبيوتر بتاعنا ده بيشتغل ازاي، وازاي بيحل المشاكل اللي احنا بنطلبها، وازاي بيبني اي سيستم. واحده واحده، لسه المعنى مش واصل. هقول لك هيوصل ازاي دلوقتي. هل علوم الحاسب او علم الحاسب هو البرمجه؟ هقول لك لا، هما الاثنين مش واحد. قلتها لك، البرمجه ما هي الا اداه عشان انفذ بيها الكود بتاعي، لا اكتر ولا اقل. حتى انت احسبها بالعقل كده. لو ليك صاحبك او اخوك في كليه هندسه او في حاسبات او في ذكاء اصطناعي، هتلاقيه بيقعد 4 سنين. هل هو ال4 سنين بيدرس برمجه؟ اكيد لا، مستحيل. يدرس مواد ثانيه مع البرمجه. يبقى البرمجه ما هي الا اداه للتنفيذ، حاجه بتساعدني احل بيها المشكله، لا اكتر ولا اقل. عندنا بقى اي جهاز في الدنيا، سواء كان جهاز كمبيوتر او غيره، بيتكون من حاجتين اساسيين: هاردوير وسوفت وير. ايه الهاردوير وايه السوفت وير؟ هقول لك، اعتبر الكمبيوتر ده انسان. انا مثلا اهو، انا انسان. مما اتكون؟ هتقول لي والله جسم، حاجه ماديه، حاجه ملموسه، الجسم بتاعك. هقول لك تمام. ايه تاني؟ هل انا جسم بس؟ تقول لي والله عندك عقل، عندك برين، عندك مخ. المخ ده بيخليني اتحكم في ايدي، اجيب اللي انا عاوزه، احرك ايدي زي ما انا عاوز. يبقى انا جسمي يبقى انا كانسان عباره عن عقل وبيتحكم في جسم مادي. هنا نفس النظام. الكمبيوتر عباره عن هاردوير، مكونات ماديه بيتحكم فيها سوفت وير اللي هو عقل الكمبيوتر. جميل جدا جميل جدا. علم الحاسب بقى او الكمبيوتر ساينس هو علم بيدرس الاثنين وبيشوف ازاي يطورهم. هما الاثنين مع بعض، مش واحد على حساب الثاني. بيدرس الاثنين ويشوف ازاي هيطور الاثنين مع بعض. طيب والله يا باشمهندس، انت دخلت سخن كده ودخلت لي في ما هو الكمبيوتر وبدانا نشرح على طول، وما قلتليش اصلا انا هستفيد ايه. انا لما ادرس المجال ده او اخش المجال ده انا هشتغل ايه؟ الفلوس نظامها ايه؟ اقول لك واحده واحده. عندنا مجالات كتير في البرمجه، منها سايبر سيكيورتي، منها داتابيز. سايبر سيكيورتي اللي هو امن المعلومات وامن البيانات، داتابيز اللي هي قواعد البيانات واداره قواعد البيانات. الاي اي، شات جي بي تي وجيميناي والحاجات دي كلها بتبني مودلز انت اللي بتدربها. نتورك، مهندس شبكات. اوبريتنج سيستم، مهندس انظمه تشغيل. زي ايه مثلا؟ يقول لك زي الويندوز والماك والكلام ده كله. هو مين اللي عمله؟ ما اللي عمل الكلام ده مهندس. تليفونك مبني على نظام، غالبا هو هيبقى نظام لينكس. فاللي بيعمل الانظمه دي اللي بتشغل لنا البرامج ما هم الا مهندسين. عندنا مجالات تانية بقى اتقل شويه، زي الكلاود، البرمجه السحابيه، السوفت وير انجينيرنج، الداتا ساينس. للناس اللي بيحبوا الجيمنج، الجيم ديفلوبمنت. هتلاقي معظم الالعاب لما تيجي تفتحها مكتوب عليها يونيتي انجن ده البرنامج اللي احنا بنصمم عليه اللعبه او بنجهز عليه اللعبه. امبيدد سيستم اللي هي النانو كمبيوتر او المايكرو كمبيوتر اللي زي اللي موجوده مثلا في العربيات وهكذا. طيب هل دول بس المجالات اللي موجوده عندنا؟ هقول لك لا، في مجالات تانية كتير قوي. زي مثلا الويب، في فرونت اند وباك اند اللي بيعملوا مواقع.
في الموبايل ابلكيشن الفلاتر او الاي او اس، في حاجات تانية كتير، بس دول اشهرهم شويه، او دول المجالات المهمه اللي فيها فلوس. الباقي شغالين برضو بس ما بقاش عليهم طلب كتير زي الاول. فدي معلومه ليك انت عامه، دي مجالات شغل البرمجه في الوقت الحالي. الكورس بتاعنا تقسيمته عامله ازاي، وهيبقى يتكون من كام شابتر او كام جزء؟ هقول لك والله الكورس بتاعنا متكون من 6 اجزاء. اول حاجه الكمبيوتر بيزكس. ما هو الكمبيوتر بيزكس؟ هقول لك والله الكمبيوتر بيزك اللي هي اساسيات الكمبيوتر، اللي هو الهاردوير والسوفت وير والكلام ده كله. تاني حاجه البروجرامينج لوجيك، ازاي نفكر بشكل منطقي، ازاي يبقى عندي مشكله ازاي اقدر افكر في حل المشكله دي. تالت حاجه لغه البرمجه. احنا كنا ناويين نشرح لغه بايثون بس المفاجاه اللي انا محضرها لك، احنا هنشرح اللغتين، هنشرح بايثون وجافا سكريبت. عايز تشوف دي براحتك، عايز تشوف دي براحتك. انت لو انت طالب تانية بكالوريا فانت منهجك لسه ما نزلش. احنا هنشرح الكورسين، احنا هنشرح اللغتين ونسيبهم عندنا. عايز تتفرج على دي براحتك، عايز تتفرج على دي براحتك، لكن في الاول وفي الاخر لازم تختار لغه من الاثنين. رابع حاجه هيبقى عندنا البروبلم سولفنج، اللي هو انا فكرت هنا ازاي اعرف احل المشكله، هنا طريقه حلها بقى، هنفذ الكلام ده عملي ككود ازاي، او والله انا عرفت ان انا المشكله حلها 1 2 3، هنفذه بقى ازاي ككود. البروجكتات هتعمل اول اكواد بايدك، هتعمل الكلام ده بايدك فعليا بلغه البرمجه، وهتاخد مبادئ من علوم الحاسب اللي بجد. هتاخد يعني ايه الجوريزم، يعني ايه داتا ستراكشر، يعني ايه داتابيز، هتاخد معلومات بسيطه كده عنها، مش هنتقل قوي فيها. يبقى ده الكورس بتاعنا متكون من ال6 وحدات او ال6 مراحل دول بالتفصيل. هتقول لي انا حاسس ان الشغل ده تقيل او الكلام ده تقيل، هقول لك عيب عليك، ما احنا بنعمل ايه هنا؟ واحنا جايين نلعب؟ احنا جايين ناسسك صح، احنا جايين ناسسك صح، جايين نطلع جيل جديد من المبرمجين، مش اي كلام. يلا بينا فاجمد كده وشد حيلك ويلا بينا نكمل، يلا بينا. ما هو الكمبيوتر؟ ما هو جهاز البي سي؟ ما هو الحاسب الآلي؟ هقول لك والله الكلام النظري اللي احنا ما بنحبوش، هو جهاز الكتروني يستقبل البيانات ويعالجها ثم يعرض او يخزن النتائج. ما يلزمنيش الكلام ده كله، ارميه في الزباله ولا كانك سمعته. هقول لك يا عزيزي ان اي جهاز كمبيوتر في الدنيا متكون من 3 حاجات بس. هو جهاز بيقدر يعمل 3 خطوات دول: input processing output. واحده ايه input processing output؟ هقول لك لازم يتوفر فيه ال3 شروط دول. input اللي هي ادخال، بيستقبل داتا، بقدر ابعت له داتا بيستقبلها، مش شرط يكون بيفهمها دلوقتي، هو بس بيستقبلها. تاني حاجه البروسيسنج، بيعمل لها معالجه، الداتا اللي استقبلها دي يعرف يشتغل عليها، يعرف يحسبها لو هي مثلا عمليه جمع او طرح وهكذا، يعرف ازاي يشتغل على الداتا دي. تالت خطوه الاوتبوت، يطلع لي الناتج اللي انا محتاجه من العمليه الحسابيه اللي هو بيعملها. يبقى اي جهاز كمبيوتر في الدنيا لازم يبقى فيه 3 خطوات: input processing output. طيب احنا دلوقتي عملنا مرحله الانبوت، بتبقى عن طريق الماوس او الكيبورد بستقبل الداتا. مرحله البروسيسنج بتبقى عن طريق البروسيسور او السي بي يو او المعالج. المرحله الثالثه بتاعت الاوتبوت دي بيبقى عن طريق يا الطبعه مثلا البرينتر او الشاشه، بعرض النتائج اللي انا بشوفها. طيب خلينا منطقيين بقى شويه، دول ال3 خطوات الاساسيه. في خطوه زياده لو احتاجناها. ايه الخطوه الزياده؟ انا دلوقتي قلت له مثلا 12 زائد 15 فقال لي والله 27. حلو. طب 12 زائد 15 هو استقبل الداتا مني من الكيبورد، جه هنا جمعهم طلع لي الناتج على الشاشه ب 27. طيب انا عايز احتفظ بالرقم ده، عايز احتفظ بالناتج بتاعي ده، ايه اللي هيحصل؟ لازم اخزنه عندي على الهارد مثلا. فبنلجا لمرحله ستورج او تخزين البيانات. يبقى الكمبيوتر في الاساس بيعمل 3 عمليات اساسيه: input processing output، احيانا بنزود عليها الستورج. طيب انا لو قلت لك ايه اول حاجه بتيجي في دماغك لما تيجي سيره الكمبيوتر، انت هتقول لي غالبا شاشه، كيبورد، ماوس، سلك. بس مش شرط يكون ده الكمبيوتر بس. يعني ايه؟ اقول لك والله الموبايل ده كمبيوتر، الاي تي ام اللي في الشارع كمبيوتر، اللابتوب كمبيوتر، كل حاجه من دول كمبيوتر. هتقول لي ازاي؟ ده غير ده غير ده غير ده. هقول لك بس في الاول وفي الاخر احنا اتفقنا ان الكمبيوتر هو اللي بيعمل ال3 عمليات: input processing output. هتقول لي ماشي، التليفون بيعمل كده واللابتوب بيعمل كده والكمبيوتر بيعمل كده، انما الاي تي ام ازاي؟ اقول لك مثلا انت رحت تسحب مبلغ من الاي تي ام وليكن هتسحب 1000 جنيه، فبيقول لك اكتب الباسورد بتاعك، انت بتكتبه على الكيباد، خد منك انبوت، يروح يعمل بروسيسنج
للحساب بتاعك، بيشوف هل انت ليك رصيد اصلا، هل في فلوس في الاي تي ام نفسها ولا لا. بعدها بيطلع لك الاوتبوت، بيطلع لك على الشاشه انتظر النقديه مثلا، وبيطلع لك الفلوس من الاي تي ام. هو عمل الثلاث خطوات: انبوت، بروسيسنج، اوتبوت. عشان كده بنقول عليها جهاز كمبيوتر. طيب طبعا دي امثله ثانيه لجهاز الكمبيوتر، سواء كانت الاله الحاسبه او البلاي ستيشن او السمارت تي في، كل دي امثله لجهاز الكمبيوتر. طالما بيعمل الثلاث خطوات دول يبقى هو كمبيوتر. طيب يا صديقي، تعالى نعمل مقارنه سريعه ما بين جهاز الديسكتوب بتاعنا واللابتوب. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ليه دايما بلاقي لابتوب ساعات اغلى واحيانا ديسكتوب اغلى؟ ايه الفرق؟ تتخيل انت مين فيهم اقوى او مين فيهم احسن، البي سي ولا اللابتوب؟ اقول لك والله يا صديقي يؤسفني اقول لك ان الاقوى هو الديسكتوب، لعده اسباب. من اهمها او سبب بسيط منها الكهرباء، فرق الكهرباء اللي داخله. ده عنده باور سبلاي، ده بياخد كهربته من البطاريه، ففي فرق كهرباء داخل الاجهزه اللي جوه. بس ما علينا، الفرق ما بينهم الديسكتوب بيديني اداء عالي جدا، احسن 1000 مره من اللابتوب، وكمان اقدر ارقيه بسهوله. هفتح الكيسه بتاعتي واغير القطع اللي انا عايزها، اعمل لها ابجريد. مناسب للاعمال الثقيله. عيبه انه ثابت في مكانه وما بيتحركش، اشيله معايا واروح بيه الشركه. انما اللابتوب بتاعي بورتبل، قابل للحمل، اقدر اشيله واتحرك بيه. البطاريه بتاعته بيلت ان، يعني جواه، مش ماشي فيشه زي الديسكتوب. مناسب للدراسه والعمل، اقدر اشتغل عليه او اتعلم برمجه عليه، وانت مش محتاج لابتوب. احترم نفسك وما تقولش انت عايز لابتوب ب 60000 و 70000. انت مش محتاج لابتوب دلوقتي وانت بتدرس. تقدر تستخدم تليفونك او تابلت المدرسه عادي جدا. انت دلوقتي مش محتاج لابتوب. لو عندك خير وبركه، ما عندكش عادي، مش مشكله. طيب hardware versus software، او what's the difference between hardware and software؟ ما تتخضش. عايزك دايما تتعلم معايا المصطلحات بالانجليزي اسرع. احنا هنا ما طلبتش منك تبقى تنين مجنح في الرياضه او تنين مجنح في الانجليزي. هنتعلمك واحده واحده وخطوه خطوه. بس احيانا مصطلحات الانجليزي لما بتتعرب ما بتتفهمش. يعني لما اجي اقول لك مثلا بالعربي، جداول البيانات العلائقيه، انت ما فهمتش يعني ايه علائقيه دي اصلا. يعني هنخش مع بعض في نقاش ان انا اشرح لك كلمه علائقيه دي بالعربي، فبنسيب اسمها بالانجليزي وهكذا. فمش عايزك تتخض، عايزك تلقط معايا المصطلحات الانجليزي اللي بتتقال وما تخافش منها. اكتبها بورقه وقلم، اكتب ورايا كل كلمه بتتقال، واكتب كل مصطلح بالانجليزي واقعد كرره. انا عايزك بعد كده تتعامل بالانجليزي اكتر من العربي. مصطلحات البرمجه اغلبها بيبقى انجليزي. تفرق ما بين واحد الاثنين وهو بيتكلم عن مصطلح، واحد بيقوله عربي وواحد بيقوله انجليزي. بتفرق بره، بتفرق في السوق، وبتفرق في كل حته. فالمهم عشان ما نسرحش في الحته دي كتير، ايه الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير، او ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ هقول لك والله هما الاثنين مكونين لا غنى عنهم، الاثنين بيكملوا بعض. لا اقدر استغنى عن ده ولا اقدر استغنى عن ده. مفيش جهاز في الدنيا هيبقى هاردوير من غير سوفت وير، ومفيش سوفت وير هيشتغل من غير هاردوير. طيب واحده واحده، الهاردوير ده هو ايه اصلا؟ اقول لك والله ممكن يكون البروسيسور اللي عندك، الرامات، الشاشه، الكلام ده كله انت بتجيبه، حتى الكلام ده كله انت بتشوفه وانت بتشتري التليفون. حتى بيقول لك والله ده 256 جيجا و8 جيجا رام وهكذا. الشاشه، الكيبورد وغيره، دي حاجات الهاردوير، دي الحاجات الماديه، دي البورده بتاعت الجهاز. كل ده بيقع تحت مسمى الهاردوير. انما السوفت وير هي البرامج، سواء كان نظام التشغيل اللي هو الويندوز مثلا، او نظام الاندرويد، او الابلكيشن والبرامج اللي شغاله نفسها. ده او ده، الاثنين بيعتبروا سوفت وير. طيب هل ينفع سوفت وير يشتغل من غير هاردوير؟ هقول لك لا. ما هو هيشتغل على ايه؟ فين الجهاز؟ فين الجسم المادي اللي هو هيشتغل عليه؟ طيب ينفع هاردوير يشتغل من غيره؟ اقول لك طب والله انا عندي حته حديده حرفيا، بورده، هعمل بها ايه؟ فين النظام اللي هشغل عليها؟ فين نظام التشغيل؟ فين الويندوز؟ فين الكلام ده كله؟ يبقى الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين لازم يبقوا مع بعض في نفس الجهاز. طيب بشكل تعريفي اكتر، يعني ايه سوفت وير؟ هقول لك والله السوفت وير هو البرامج، او بمعنى اصح الاوامر والتعليمات اللي بتتحكم في الهاردوير. دي الحاجه اللي بتشغل الهاردوير بتاعي. الهاردوير لوحده ما هو الا حته حديده ملهاش لازمه، انما السوفت وير هو اللي بيشغله، هو اللي بيخلي ليه لازمه، هو اللي بيحط لي اوبريتنج سيستم زي الويندوز، هو اللي بيخليني افتح برامج وهكذا. يبقى السوفت وير من الاخر هو اللي بيدي روح للجهاز، هو اللي بيديله قيمته بالمعنى الحرفي وبيخلي ليه لازمه. زي ايه؟ اقول لك والله الاوبريتنج سيستم اللي احنا شغالين عليها، ويندوز لينكس، اندرويد، اي او اس لو انت معاك ايفون وهكذا. البرامج زي جوجل كروم والوورد والفوتوشوب وفيجوال ستوديو كود، وده انت هتستخدمه الفتره الجايه دي كتير، لان ده
بتاعنا احنا كمبرمجين، ده اللي بنكتب عليه الاكواد، او برنامج تاني زي الواتساب. كل دي برامج، سواء كان اوبريتنج سيستم او ابلكيشن بقدر اشغله. تعالى كده نعوم جوه الكمبيوتر ده نكتشف هو عباره عن ايه، او بيتكون من ايه، او ايه حكايته بالظبط. يلا بينا. هقول لك والله الكمبيوتر بتاعنا او الكيسه الحلوه دي بتتكون من 6 حاجات بالظبط. 6 حاجات رئيسيه. اولهم المذر بورد، اللي هي دي البورده الشكل الحلو ده. دي بنقول عليها اللوحه الام، دي اللي لما كل دول فيها. حلو، وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. يبقى اول حاجه عندي هي المذر بورد او اللوحه الام. تاني حاجه السي بي يو او البروسيسور او المعالج، ده اكيد كلنا عارفين. تالت حاجه الرامه بتاعت التليفون او الرامه بتاعت الكمبيوتر، وهكذا. الرامات بتبقى موجوده في المذر بورد. رابع حاجه الاستورج، اللي هي الهاردات بتاعتي، الهارد اللي انا بخزن عليه الحاجه بتاعتي، سواء كان اتش دي دي او ولا اس اس دي ولا ام دوت 2 والكلام ده كله. خامس حاجه كارت الشاشه. كارت الشاشه لو انت راجل بقى جيمر وبتلعب بابجي والكلام ده، كارت الشاشه التقيل، كارت الشاشه اللي بجد، نفيديا ار تي اكس 4090 والكلام ده كله. سادس حاجه الباور سبلاي، الوحش اللي بيدي كهرباء للبورده دي كلها والجهاز ده كله عشان يشغله. دي فرحتي، عندي الكلام ده كله من غير باور سبلاي، هجيب له كهرباء منين؟ يبقى ال6 حاجات دول لازم يكونوا موجودين في جهاز الكمبيوتر. طيب نبدا باول حاجه المذر بورد او اللوحه الام. هنتكلم عنها في ايه؟ هنتكلم عن تكوينها او المعماريه بتاعتها او الاركتكتشر. اركتكتشر يعني تكوينها او بنيتها، بتتكون من ايه؟ هقول لك والله البورده دي بتتكون من كل الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها. ما هو مش تتكون منها ازاي؟ يعني الحاجات دي بتتحط فين؟ هقول لك والله البورده دي بتشيل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. البورده دي بقدر اوصل بيها اجهزه الادخال، الانبوت ديفايس، اللي هي الماوس او الكيبورد، ما انا بوصله بالكابل في البورده. بقدر بوصل بيها المعالج او البروسيسور، بيبقى موجود في قلبها اصلا. بقدر اوصل بيها الرامات بالكليبسات او الميموري سلوت. بقدر اوصل فيها الهارد بتاعي، وبقدر اوصل كابل الشاشه. يبقى كل الاجهزه بتتوصل في المذر بورد او اللوحه الام. طيب ليه اتسمت بالاسم ده اصلا؟ ليه سموها لوحه ام بالعربي او مذر بورد؟ عشان هي عامله زي الام، كله بيتلم حواليها، كله بيتجمع جواها. هي الام عشان فيها كل المكونات قاعده جوه، كل المكونات متجمعه هنا. السي بي يو سواء كان البروسيسور او مكان الرامات او الهارد الى اخره. يبقى هي بتلم كل حاجه وبتحطها فيها. طيب ايه المداخل بتاعتها؟ هقول لك والله اول حاجه اليو اس بي، ده اكيد انت عارفه. الفلاشه مثلا والماوس والكيبورد والكلام ده كله يبقى كابل يو اس بي. الاتش دي ام اي او الفيجا. اتش دي ام اي ده كارت الشاشه او كابل الشاشه الجديد. في كابل قديم اسمه فيجا ولسه موجود لغايه النهارده وشغال عادي. في كارت النت اللان، في كارت الصوت الاوديو، في الباور كونكتور بتاع الباور سبلاي مكان الكهرباء، في بي سي اي ده لما احب ازود اجهزه اضافيه من بره، في الرامات سلوتس مكان الرامات. ففي اكتر من مدخل بيبقى موجود في المذر بورد او اللوحه الام. طيب تعالى بقى ناخد اول عنصر موجود فيها، الا وهو البروسيسور او السي بي يو او المعالج. يعني ايه بروسيسور؟ يعني ايه سي بي يو؟ هقول لك والله السي بي يو ده عشان نفهمه لازم نفهم هو اختصار لايه في الاول. السي بي يو ده سي بي يو هو اختصار سنترال، يعني مركزي، سنترال بروسيسنج يونت. واحده واحده عشان مش فاهم الكلام ده. ده اختصاره؟ ده اختصاره. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك لما تعطل ترجم كل كلمه لوحدها وجمعهم مع بعض. ايه سنترال بروسيسنج يونت؟ تعالى نترجمهم كلمه كلمه. سنترال يعني مركزي، بروسيسنج يعني معالجه، يونت يعني وحده ملهاش لازمه عادي يعني. يبقى هو على بعضه وحده المعالجه المركزيه. يعني ايه وحده المعالجه المركزيه؟ هقول لك الراجل ده هو عقل الكمبيوتر، هو المسؤول عن جميع العمليات الحسابيه اللي بتحصل جوه. العمليات الحسابيه او المنطق او اللوجيك هو المسؤول عن الكلام ده كله. ازاي؟ بقول لك والله مثلا انا لو جيت قلت له 12 زائد 15، انا اديت الكلام ده للكمبيوتر. مين اللي هيعمل العمليه الحسابيه دي؟ مين اللي هيعمل عمليه الجمع دي؟ البروسيسور هو المسؤول عنها. ازاي؟ هنعرفها كمان شويه مين بالظبط اللي بيجمع، بس هو اللي بيعمل العمليه دي، هو اللي بيجمع. فهيقول لي والله 17. اقول له طيب 10
اكبر من 5، بساله هل ال10 اكبر من 5؟ يقول لي اه صح، انا بقارن. بساله في سؤال منطقي هيقول لي اه صح. يبقى المسؤول عن معالجه البيانات، معالجه الداتا بتاعتي، يعمل عليها عمليات سواء كانت حسابيه او منطقيه، هو البروسيسور. طيب جميل جدا جميل جدا. طيب نيجي نشوف التعريف اللي مكتوب هنا. يقول لك والله تعريف البروسيسور هو الوحده المركزيه المسؤوله عن تنفيذ التعليمات ومعالجه البيانات زي ما قلنا. طيب بيعمل ايه؟ بيستقبل الداتا بتاعتي من الانبوت ديفايس ويبدا يشتغل عليها سواء جمع او طرح او ضرب او اسم او لوجيك. طيب ليه بنسميه عقل الكمبيوتر؟ عشان هو اللي بيتحكم فيه، هو اللي بيديله القرارات. زي ما احنا ربنا خلق لنا عقل، هو اللي بيخلينا نتحكم في ايدينا، نحركها زي ما احنا عايزين او نتحرك كلنا زي ما احنا عايزين او نعمل اي حاجه. البروسيسور هو عقل الكمبيوتر، هو اللي بيقول للرامه تشتغل او لا، بيقول للهارد تشتغل او لا، وهكذا. هو اللي بيتحكم في كل القطع اللي حواليه. طيب البروسيسور ده بيمشي على منهجيه معينه، بيمشي على نهج معين. في 4 عمليات اساسيه لازم يعملهم اول ما بيشتغل. ايه ال4 عمليات دول؟ هقول لك هم الاكسكيوشن والارثمتك واللوجيك والكنترول. اكتب المصطلحات دي، انا كده كده هقولها لك بالعربي، بس انا عايزك تعرفها انجليزي. عندنا execution arithmetic logic control، execution arithmetic logic control، واحده واحده. ايه الاكسكيوشن وايه الارثمتك وايه اللوجيك وايه الكنترول؟ انت دلوقتي فتحت جهاز الكمبيوتر بتاعك، رحت دايس مثلا على الواتساب ضغطتين كده عشان تفتح الواتساب. انت منتظر ايه اللي يحصل؟ اكيد ان الواتساب بتاعك يفتح. طيب مين المسؤول عن الكلام ده؟ البروسيسور. طيب هو عرف منين؟ لا لما ادوس على الايقونه مرتين يفتح. بقول لك عن طريق اول عمليه اللي هي اسمها الاكسكيوشن او التنفيذ. ده اللي بينفذ الاوامر اللي انا طلبتها. انا طلبت منه افتح لي واتساب. مين العمليه اللي بتعمل الكلام ده؟ الاكسكيوشن عمليه التنفيذ هي اللي هتفتح الواتساب. طيب تاني عمليه، انا طلبت منه مثلا، انا فاتح الاله الحاسبه وطلبت له اجمع لي 5 زائد 7 مثلا. مين اللي مسؤول عن عمليه الجمع؟ هي مرحله الارثمتك. كل دول جوه البروسيسور، كل دول في السي بي يو، بس العمليه المسؤوله عنها هي اسمها الارثمتك او الحسابات. دي بتعمل كل العمليات الحسابيه زي الجمع والطرح والضرب والقسم. طيب انا جيت اساله زي ما قلنا 10 اكبر من 5 وهكذا. ده سؤال منطقي. مين اللي مسؤول عن المنطق؟ اللوجيك. يبقى حته اللوجيك هي اللي مسؤول عنها. هيجي لي واحد يقول لي معلش يا هندسه انت عمال تتكلم من الصبح وتجمع لي رقمين وتقول لي 10 اكبر من 5، الكلام ده كله هلس، الكلام ده كله كلام فاضي. هقول لك مين اللي قال لك ان هو كلام فاضي؟ احنا بنديك هنا البيزك، بس الكلام ده بيتنفذ على الارض فعلا. ازاي؟ انت دلوقتي لما بتلعب ببجي، لما بتضرب طلقه وبتدمج اللاعب اللي قدامك، هو بيتدمج ازاي؟ هفترض معاك ان اللعيب ده صحته 100، عدد صحيح 100، والطلقه بتدمجه 5، يبقى انا عشان ادمجه بنقص 5 من صحته، يعني يبقى 100 ناقص 5. مش دي عمليه حسابيه؟ مش لازم تبان لك بالظبط ان هي 100 ناقص 5 صريحه قدام عينك، بس ده اللي بيحصل في الخلفيه. اللاعب لما بيتدمج او بيحصل له دمج، ما هو الا عمليه حسابيه في الاول وفي الاخر. طيب مثلا السيف زون، ما هو لوجيك، منطق. هل انت موجود في السيف زون ولا لا؟ لو انت بره هيبدا يدمج الهيل بتاعك. لو انت جوه هيسيبك عادي. طب ما ده لوجيك، عرف منين؟ ما هو لوجيك، نشوف انت جوه ولا بره. يبقى ال4 عمليات، الاكسكيوشن اللي هي التنفيذ، ارثمتك اللي هي الحسابات، لوجيك اللي هو المنطق. ورابع حاجه الكنترول او التحكم. زي ما قلت لك البروسيسور هو اللي بيتحكم في كل اجهزه الكمبيوتر، في كل مكونات الكمبيوتر اللي موجوده جنبه. هتقول لي ازاي؟ انا مش فاهم الحته دي. هضرب لك مثال بسيط. دلوقتي انا كاحمد اهو، بس يا حبيبي، جيت على الكيبورد بتاعي، ادي الكيبورد بتاعي اهو. حلو، وهفترض معاك ان ده زرار الايه مثلا. رحت انا جاي بكل تلقائيه ودوست على الزرار ده. انا مستني ايه اللي يحصل؟ والله انا مستني ان يتكتب مثلا لو انا فاتح وورد او غيره، يظهر لي على الشاشه حرف الايه. ده اللي انا مستنيه. ايه اللي بيحصل بقى؟ هقول لك والله البروسيسور بيجي هنا بيشوف ايه اللي حصل. اللي حصل لما انا ضغطت على الايه بيطلع لي اشارات كهربائيه. لما الكمبيوتر متوصل باسلاك ما بيفهمش غير اشارات كهربائيه. البروسيسور بيقرا الكهرباء دي، بيقرا الاشارات الكهربائيه اللي متحركه دي، الزيرو والواحد، بيقوم موديها جاري على الرامات بيخزنها فيها. يبقى هو عرف جاله اشاره كهربائيه من هنا،
بتعادل حرف الاي اللي اسمها هنعرفها قدام اسمها اسكي كود. ما علينا يعني. فدوست الزرار بتاعتي دي طلعت كهرباء، البروسيسور فهم ان انا عايز اكتب حرف الاي، راح موديها على الرامات. الرامات راحت مودياها على كارت الشاشه الجي بي يو بتاعي. كارت الشاشه راح مطلعها لي على الشاشه بتاعتي. فالنتيجه في الاخر ان الشاشه بتاعتي بقى ظاهر عليها حرف الاي. يبقى هي بدات بزرار صغير انها ضغطت على حرف الاي. كل ده حصل. طيب مين المسؤول عن الفيلم ده كله؟ مين اللي عمل كل ده؟ البروسيسور. ترجم الكهرباء من هنا واداها للرامات تتخزن، وبعد الرامات بعتتها لكارت الشاشه، كارت الشاشه طلعها لي على الشاشه بتاعتي. بس اللي متحكم في كل ده السي بي يو. يبقى دي كانت هي عمليه الكنترول. هو بيتحكم في جميع اجهزه او جميع مكونات البورده. يبقى العمليات اللي بينفذها البروسيسور هم 4: اكسكيوشن تنفيذ، ارثمتك حسابات، لوجيك منطق، كنترول تحكم. بس كده دول العمليات اللي هو بينفذها. طيب عايز افهم اكتر عن البروسيسور اللي متغطي ده. انا شايف حته حديده مكتوب عليها كور اي 7 بس. هل في حاجات تحته؟ اقول لك طبعا. ده الحته الشبايه اللي مش عاجباك دي في تحتها مكونات تانية اصغر منها 1000 مره. زي ايه؟ هنشوفهم دلوقتي بالتفصيل. البنيه الداخليه للمعالج، مما يتكون البروسيسور بتاعنا. هقول لك والله البروسيسور بتاعنا ده بيتكون من 4 حاجات، او نقول بمعنى صح هم 5، بس انا هقسمهم لك 4 والخمسه دي اركنها لوحدها. حاجه اسمها ALU كنترول يونت ريجستر كاش. واحده ايه ال ALU وايه الكنترول يونت وايه الريجستر وايه الكاش؟ هقول لك ال ALU دي الحته اللي بتحسب الحاجه بالظبط. ALU اختصار ارثمتك لوجيك يونت. ارثمتك لوجيك يونت. والله لا اكتبها لك، تعال. والله انت ما انت غريب. يلا انت عرفت خلاص ان البروسيسور هو اللي بيحسب، بس ما عرفتش مين جوه البروسيسور اللي بيحسب. انا عندي ال ALU اختصار ارثمتك لوجيك يونت، اللي هي وحده الحسابات والمنطق. بتعمل ايه؟ ده اللي بيجمع 10 زائد 15 ب 27. ده اللي بيطلع لي الناتج، ده اللي بيعمل العمليه الحسابيه، ده اللي بيقارن لما بقول له 10 اكبر من 5 او لا. يعني ده الجزء المسؤول جوه البروسيسور عن العمليات دي كلها. انت عارف ان في الكمبيوتر كجهاز اللي بيعمل العمليات الحسابيه هو البروسيسور، بس البروسيسور نفسه بقى اللي بيعمل عمليه جواه اسمه الاي ال يو، او ارثمتك لوجيك يونت، او وحده الحسابات والمنطق. ده اول جزء. تاني جزء الكنترول يونت. دي الوحده اللي بتتحكم في المكونات كلها. انت عارف ان البروسيسور بيتحكم في الجهاز كله زي ما قلنا، البروسيسور ككل، بس اللي بيتحكم من جواه حته اسمها الكنترول يونت. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها ريجسترز وحاجه اسمها كاش. الريجسترز دي هو مكان بخزن فيه داتا صغيره، داتا عندي صغيره وعايزها بسرعه جدا. الريجستر ده مكان بخزن فيه، يبقى في قلب البروسيسور. يعني انا مثلا لو انت راجل من وحوش علم رياضه، فبقول لك 3 زائد 4 في 5. انت هتحسبها ازاي؟ تبقى كارثه لو جمعت 3 زائد 4. بنروح نضرب دول الاول بعد كده نجمعهم على الثلاثه. طيب انا كبروسيسور ضربت 4 في 5 ب 20 وعايز اجمعهم على الثلاثه. انا كبني ادم اللي طلبته منك تنفذ لي المعادله دي، ماليش دعوه بقى هتعملها على كام مره، تعملها مره واحده، تعملها على 1000 مره، ما يخصنيش. هو دلوقتي ضرب 4 في 5 وعايز يحتفظ بالناتج. هيحتفظ بيه فين؟ وعايز داتا صغيره جنبه بسرعه في مكان، يحطها في مكان لغايه ما يكمل بقيه العمليه. هيسيبها فين؟ هنا بيجي دور الريجستر. الريجستر ده مكان في قلب البروسيسور بخزن فيه داتا صغيره، رقم صغير ومحتاجه بسرعه، عايزه يبقى تحت ايدي. هنا بستخدم الريجستر، هيقوم عامل سيف لرقم 20 ويجمع عليه الثلاثه ويطلع لي الناتج في الاخر. يبقى الريجستر مكان بخزن فيه داتا صغيره ومحتاجها بسرعه. رابع حاجه الكاش. الكاش اكبر شويه من الريجستر، برضه بقدر اخزن فيه الداتا بتاعتي، بياخد داتا اكبر بس بيبقى ابطا سنه، انه بيبقى يا جوه البروسيسور يا جنب البروسيسور بحاجه بسيطه، وهو انواع هنعرفها قدام. يعني اسرع حاجه هي الريجستر، بيبقى موجود في قلب البروسيسور. تاني حاجه تليها هي الكاش، بتخزن مساحه اكبر شويه بس ابطا منها حاجه بسيطه. طيب والله انا عرفت ان البروسيسور بيتكون من 4 حاجات: ALU وحده الحسابات والمنطق، ارثمتك لوجيك يونت، كنترول يونت اللي بتتحكم في المكونات كلها،
الريجسترز اللي هي مساحه تخزينيه صغيره ومحتاجها بسرعه، الكاش مساحه تخزينيه اكبر شويه وبتبقى ابطا من الريجستر. طيب الكلام ده كله بيتكلم مع بعضه ازاي؟ اكيد عن طريق كهرباء، اشارات كهربيه، ده بيبعت لده اشارات كهربيه وده بيبعت لده اشارات كهربيه. فانا محتاج حته الاشارات دي تمشي فيها، محتاج سكه. بقول لك والله عندنا حاجه اسمها انترنال باس. الانترنال باس ده الطريق اللي الكهرباء بتمشي فيه، ده المسار اللي الكهرباء بتمشي فيه من هنا لهنا لهنا لهنا. الباصات دي هي السكه اللي الكهرباء بتمشي فيها عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض. يبقى كده احنا عرفنا البنيه الداخليه للمعالج. ندخل بقى على السي بي يو انستراكشن سايكل او دوره تنفيذ التعليمات في المعالج. يلا بينا يا صديقي نشوف دوره تنفيذ التعليمات في البروسيسور، او بمعنى اصح السي بي يو انستراكشن سايكل. ايه بقى الكلام ده؟ انا لا فاهمه لا عربي ولا انجليزي، هفهمك. تخيل دلوقتي ان انت جاي تفتح ابلكيشن ايا كان، مثلا تفتح وورد او جوجل كروم او لعبه، تيجي تضغط على الايقونه بتاعتها مرتين وبتفتح. طيب احنا اتفقنا ان البروسيسور هو عقل الكمبيوتر، يعني هو اللي هيعمل العمليه دي. بيعملها ازاي؟ عرف منين ان انا لما ضغطت على الابلكيشن ده عايز اشغله؟ عملها ازاي؟ هل هيفهمها مره واحده ولا هيعملها على مراحل؟ هقول لك يا عزيزي هيعملها على مراحل. عشان كده العمليه دي بنسميها سايكل، دوره، واسمها سي بي يو انستراكشن سايكل، يعني تنفيذ تعليمات البروسيسور. البروسيسور بيدينا اوامر وهو بينفذها، او احنا بنديله اوامر وهو بينفذها. ايه الحاجات دي؟ هقول لك هم 4 تعليمات: الفيتش والديكود والاكسكيوت والرايت باك. واحده واحده بقى عشان نفهم الكلام ده. الفيتش دي انا بقول له هات لي معلومات او داتا عندي انا مخزنها في الرامات. يعني انا لما اتكيت على الايقونه دي مرتين انا بقول له عايز افتح الكلام ده، عايز افتح الابلكيشن ده. المعلومه دي موجوده في الرام. مثلا انا بديك مثال، مش ده اللي بيحصل في الواقع، انا بسهلها عليك. المعلومه دي موجوده في الرام وهو راح يجيبها من الرام. دي خطوه الفيتش. كل اللي بيعملوه ان هو موصلاتي رايح يجيب المعلومه من مكانها في الرامات بس. دي معنى الخطوه. طيب معنى انه جاب المعلومه انه فهمها؟ لا، هو لسه ما يعرفش هو هيعمل ايه. هو راح جاب المعلومه من الرامات ولسه هيقراها. ايه بقى المعلومه اللي عندي دي؟ بقول لك والله هنا يجي دور الديكود. انا بقول له شغل لي الابلكيشن، فهيفهم ان انا عايز اشغل الابلكيشن. اشغله بقى ازاي؟ الله اعلم، على حسب الابلكيشن ده بقى بيتعمل ازاي. هل هو انا هفتح لعبه ولا انا شغال على آلة حاسبه فبجمع، فهو هيعمل عمليه جمع. هو لسه بيفهم المعلومات في مرحله الديكود. دي مرحله زي ما بنقول فك الشفره، بيفك الشفره ويفهم المعلومات اللي داخله له. في المرحله الثالثه وهي الاكسكيوت، دي مرحله التنفيذ، بيبدا ينفذ اللي انت عملته. بالظبط عامله زي الانبوت والاوتبوت في البروسيسنج في الكمبيوتر عامه. ارجع بالذاكره كده في اول الفيديو لما قلنا اي كمبيوتر بيبقى انبوت وبروسيسنج واوتبوت. الاكسكيوت دي تعتبر هي مرحله البروسيسنج، المرحله اللي بيشتغل فيها على الداتا اللي عندي. يعني في الفيتش راح جاب المعلومات من الرام، ده كل اللي عمله. الديكود فك شفرتها او فهم هو هيعمل بيها ايه او ايه المعلومات دي بمعنى اصح. في الاكسكيوت بدا ينفذها. طيب بعد ما نفذها ماذا بعد؟ انا منتظر منه ايه؟ منتظر اشوف الناتج، عايز اشوف النتيجه بعينيا. بتيجي مرحله الرايت باك او مجازا اللي هي الاوتبوت. الاوتبوت بتاعي اللي هي هنا في السايكل اسمها رايت باك. بيرجع الداتا بتاعتي او النتيجه بتاعتي ويسيبها في الميموري وقت ما احتاجها. يبقى السايكل بتاعت البروسيسور هم 4 حاجات: الفيتش والديكود والاكسكيوت والرايت باك. عرفنا ان الفيتش بروح اجيب الداتا من الرام ايا كان هي ايه، انا ما اعرفهاش، مش لازم افهمها، انا بروح اجيبها للبروسيسور يقراها. تاني مرحله الديكود، بيبدا يفهم بقى المعلومه دي. ايه المعلومه دي؟ يعني ايه اعمل ايه المطلوب مني؟ بيفهم المطلوب منه في الجزئيه دي. في المرحله الثالثه الاكسكيوت بيبدا ينفذ اللي اتطلب منه او اللي فهمه في المرحله الثانيه. في اخر مرحله بيعمل سيف للداتا اللي هو هينفذها. والله يا راجل نفذ الاكسكيوت والله طلع زي الفل، انا طلبت منه مثلا يجمع لي 12 و15 جمعهم وليكن طلع لي الناتج ب 27. هيودي الناتج فين؟ فبيحفظه عنده في الرامات وبيطلعه لي كاوتبوت. يبقى دي ال4 مراحل بتاعه السي بي يو انستراكشن سايكل. مش عايزك تتخض من المصطلحات دي مش هتبقى عليك، بس انا بفهمك حاجه. بس انا عايز اعلمك ان مش دايما كل حاجه هتلاقيها متعربه بالعربي، مش كل حاجه هتلاقيها متعربه او بتتقال بالعربي. المعنى لما بيتحول عربي ما بيبقاش الطف حاجه. يعني تخيل دوره تنفيذ التعليمات في المعالج، انت كده فهمتها عربي؟ لا، بس هي عادي، مشي الدنيا يعني. يبقى التعليمات دي المقصود بيها الاوامر اللي انا بديها للبروسيسور.
لما اقول له افتح الابلكيشن ده دي تعليمه انا اللي بديها له، او اقول له اجمع لي 12 و15 دي تعليمه انا برضو اللي بديها له. فدي السايكل بتاعه التعليمات. طيب انا عرفت ان انا بعمل 4 عمليات في السايكل الواحده، في الدوره الواحده. الدوره الواحده دي بقى بتتكرر كام مره؟ مش عايز اصدمك يا عزيزي، بس الدوره دي ممكن تتكرر 3 مليار مره، 5 مليار مره، ما تعدش. عشان كده بيظهر لنا مصطلح اسمه الكلوك سبيد. حتى انت لما بتيجي تشتري اي لابتوب بيقول لك والله ده كور اي 7 3.5 جيجا هرتز. ما سالتش نفسك قبل كده ايه 3.5 جيجا هرتز دي؟ وبتعلي السعر او تقلل السعر، تلاقي فيه بالسي بي يو 2 و8 والسي بي يو 3.5 والسي بي يو 4 والسي بي يو 5. على اي اساس؟ ايه الفرق؟ هي الحته دي بقى. ايه الحته دي؟ 3.5 جيجا هرتز يعني ده بيطلع 3.5 مليار نبضه في الثانيه. يعني ده بيطلع 3.5 مليار نبضه في الثانيه. ايه النبضه دي؟ النبضه دي اللي هي اشاره الكهرباء، اشاره الكهربائيه اللي بتعدي في البورد دي اسمها نبضه. طيب هل النبضه دي بتبقى ال4 عمليات السايكل الواحده؟ هقول لك لا، ما بتتحسبش كده. انت ممكن التعليمه اللي انت مديها للبروسيسور اصلا يبقى ليها 4 خطوات فيتش اساسا، بيقول لك ان تبقى خطوه واحده، انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل. فممكن اصلا ياخد 4 نبضات في الفيتش الواحده مثلا. احنا ما نعرفش الامر، على حسب كل امر بيحصل جوه البروسيسور. انا كل اللي اعرفه ان هو بيديني 3.5 مليار اشاره كهربائيه، مشيها اشاره كهربائيه. بينفذ منهم الكلام ده بقى ازاي؟ بالترتيب معين. اقول لك بترتيب معين بس مش داخلنا دلوقتي. ليها ترتيب، امتى يروح ياخد الفيتش وامتى يروح ياخد الديكود وامتى يروح يعمل اكسكيوت. ليها ترتيب معين بس مش موضوعنا النهارده. فانا عندي هنا اللي انا عايز افهمه ان الكلوك سبيد هي عدد النبضات او عدد الاشارات الكهربائيه اللي بتنفذ لي الكلام ده، بتنفذ لي السايكل بتاعت التعليمات. 3.5 جيجا هرتز ده بيديني 3.5 مليار دوره او نبضه في الثانيه الواحده. ال 5 جيجا هرتز بيديني 5 مليار دوره في الثانيه الواحده. طيب عندنا حاجتين كمان او مصطلحين كمان. عرفنا يعني ايه سي بي يو انستراكشن سايكل، وعرفنا مبدا الكلوك سبيد وجه منين وايه لازمته وبيعمل ايه بالظبط. عشان دلوقتي لما تروح تشتري اي لابتوب الراجل يعرف ان انت فاهم، ما يشتغلكش لما تقول له انا عايز البروسيسور 3.5 ولا 2 جيجا هرتز ولا ايه بالظبط. هو عارف انت عايز ايه، مش واحد داخل يشتري وخلاص. صح كده؟ طيب مش انا احيانا دلوقتي ببقى عايز اشتغل على حاجه مهمه، مثلا بعمل ريندر لفيديو، بمنتج فيديو، او حاجه مهمه عايز اعلي الاداء بسرعه الفتره دي، او بلعب لعبه تقيله مثلا كول اوف ديوتي او فالورنت او اي لعبه عايزها في اللحظه دي بس التاسك اللي انا بخلصها دي يبقى الاداء عالي قوي. بعمل ايه؟ هقول لك في حاجه اسمها تيربو سبيد. التربو بتاع العربيات، عارفه؟ التربو ده بتاع العربيه، لما بتيجي تلعب لعبه وفيها تربو بيقفل لك عداد العربيه كلها. هو نفس النظام. التربو ده بيجيب اخر البروسيسور، بيخليه يشتغل بالماكس باور اللي فيه، جايب اخره، اعلى طاقه فيه واعلى قدره فيه. طيب ما حلو ده يا باشمهندس، من كل يوم افضل مشغله على التربو على طول، انا عايز اعلى اداء. هقول لك حلو، بس انت لو عملت كده الكيسه هتتحرق. ما هو كل حاجه وعلى حساب حاجه. يعني ايه تربو او يعني ايه ماكس؟ يعني خد كهرباء ياما، انا دخلت له نبضات كهرباء زياده فهيسخن. انت هتضحي بدي قصاد دي، فهيسخن بسرعه وهيوصل لدرجات حراره عاليه جدا، فساعتها هيبقى خطر على الجهاز وخطر عليك انت شخصيا. طيب احنا بنعملها امتى؟ في الاوقات الحرجه بس، لما اكون محتاج تاسك معين عايز اجيب التربو وعايز اخلص الموضوع ده بسرعه، ببعليها وبعد كده برجع اقفلها تاني. في بعض الاجهزه ما بيبقاش فيها الكلام ده من السوفت وير، لازم تبقى من البايوس، من البورده بتاعت الكمبيوتر، عشان الموضوع ده خطر وما تفكرش تلعب فيه. ما تروحش عشان بشرحها لك تروح تفتح اللابتوب بتاعك وتشوف هي فين. اوعى تعملها، انا بقولها لك بس دي ساعه اللزوم بنعملها، ما اعتقدش انك هتحتاج تعملها دلوقتي خالص، فاوعى تقرب منها دلوقتي. طيب المفروض سؤال منطقي، انا عمال اقول لك نبضه كهربائيه او اشاره كهرباء والبروسيسور بيديني 3.5 مليار والبروسيسور الثاني بيديني 5 مليار، هو هيعرف منين؟ يعرف منين ان هو خلص نبضه ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ على اي اساس؟ على اي اساس هقول انا خلصت اول نبضه او الثانيه او الثالثه؟ هقول لك هنا بيجي دور حاجه اسمها الكلوك سايكل. الكلوك سايكل دي من اسمها ساعه صغيره انت ما بتشوفهاش، موجوده جوه الكمبيوتر او بمعنى اصح جوه البروسيسور، بتقيس كل نبضه. يعني هو تك تك تك، كل تكه من دي بنبضه. من هنا البروسيسور بيعرف هو عمل كام نبضه في الثانيه. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الاركتكتشر بتاعه البروسيسور بيتكون من ايه بالظبط. اهدي بقى، في ايه يا جماعه؟ عرفنا الاي ال يو ريجستر والكنترول يونت والكاش وشرحناها بالتفصيل. تاني حاجه السي بي يو انستراكشن سايكل
وعرفنا هم 4 خطوات وشرحنا كل واحده بالتفصيل، وعرفنا ان الخطوات دي ادت لظهور مصطلح اسمه الكلوك سبيد. الكلوك سبيد اللي هو سرعه البروسيسور بتاعي، وعرفنا ان في انواع، في 3.5، في 5، في 2 و8، في 4، مش شرط يكونوا الاثنين دول بس. وعرفنا ان معنى ان انا اقول لك 3.5 جيجا هرتز ان هو كده بيعمل 3.5 مليار نبضه او اشاره كهربيه في الثانيه الواحده. وعرفنا خاصيه التربو اللي يا رب ما تجربها، يا رب ما تجربها، يا رب ما تجربها، يعني اتمنى ما تشغلهاش عندك الا لو احتجت. وعرفنا الكلوك سايكل وازاي البروسيسور بيحسب كل نبضه خدت قد ايه، وازاي بيعرف ان هو خلص نبضه ولا 2 ولا 3. نيجي بعد كده للجزء اللي بعده الا وهو الكورز. ما انت هتفهم النهارده البروسيسور، يعني تفهمه النهارده، يعني هتفهمه ان شاء الله، يعني هتطلع مقفله كله. عشان يا هندسه لما تيجي تروح كده تشتري لاب، الراجل يعرف ان انت فاهم، ما يشتغلكش انت عمال تسمع والله اي 7 كام جيجا هرتز، اتش كيو ولا اتش يو ولا يو ولا ايا كان الموجود، يقول لك ده 2 كور، ده 4 كور، ده 8 كور، وانت ولا فاهم هو بيقول لك ايه. تعال نفهم الكلام ده واحده واحده. الانويه، ايه الانويه دي؟ الانويه دي الانويه او الكورز. عشان افهمها لك هديها لك بمثال بسيط. تخيل دلوقتي احنا عندنا مطعم حلو، المطعم ده فيه شيف واحد بس، جاله 20 اوردر في نفس الثانيه، هيعمل ايه؟ تخيل الشيف ماسك ال 20 اوردر لوحده، تتوقع انه يخلصهم في نفس الوقت ولا اداؤه هيبقى بطيء؟ طبيعي، الراجل شغال لوحده وعليه الضغط كله. طيب ربنا كرمنا وجبنا شيف كمان معاه هيساعده، قسموا الشغل على بعض، ده خد له جزء وده خد له جزء. الشغل هنا بيمشي اسرع، المجهود بقى اقل، بقينا بننجز اكتر، بنطلع انتاجيه اعلى. طب انا جبت 4 شيفات، كل واحد فيهم هياخد 5 اوردرات ويخلصها. طب انا جبت 8. شفت؟ كل ما بزود عدد الشيفات كل ما بقلل الجهد او الهيدك اللي بيحصل او المجهود اللي بيحصل، بزود الانتاجيه، بخلص اسرع، بنجز اسرع، عكس ما كان عندي شيف واحد بس شايل ال 20 اوردر كلهم لوحده. ده نفس النظام في البروسيسور. البروسيسور من جوه بيتقسم انويه، بيتقسم لانويه او لحاجه اسمها كورز. لو البروسيسور ده فيه كور واحد بس، فالشغل كله هيبقى على الكور الواحد ده، هيبقى الحمل كله عليه، والجهاز هتلاقيه بطيء شويه. طيب لو في نواتين او او 2 بمعنى صح، ده الكورز، او لو في 2 كورز، ايه اللي هيحصل؟ الشغل هيتوزع على الاثنين، ده هياخد حاجه وده هياخد حاجه، فالشغل بقى اسهل، بقى اخف، انتاجيه اسرع، الجهاز مش هيهنج مني. طيب لو بقى كوادرابل، لو بقى 4 او عندي 4 انويه، الشغل هيتقسم على 4. طيب لو عندي اوكتا 8 انويه، الشغل هيتقسم على 8. دي هي الكورز. كل ما زاد عدد الانويه او عدد الكورز كل ما الانتاجيه عليت، كل ما الانتاجيه عليت، كل ما انا اقدر انفذ اكتر من مهمه في نفس الوقت. هتلاقيني فاتح هنا جوجل كروم وفاتح وورد وفاتح واتساب وفاتح هنا يوتيوب في نفس الوقت، والدنيا مش حاسس ان انا الجهاز مهنج، الدنيا سلسه في التعامل، كل كور واخد حاجه شغال عليها، فبتبقى الدنيا سهله والجهاز ما بيهنكش والوضع اريح. يبقى دي هي الكورز بتاعتنا. طيب الكور ده هينفذ ايه؟ احنا عمالين نقول في السلايد اللي فاتت سي بي يو انستراكشن سايكل، وعندنا تعليمات ومش تعليمات ومش عارف ايه. الكلام ده كله بيمشي فين او بيتحرك ازاي او مين المسؤول عنه؟ هقول لك اللي مسؤول عن الكلام ده حاجه اسمها الثريد. بالعربي الخيوط، سيبك من الترجمه الحرفيه دي، بس هي اسمها ثريد. ايه الثريد؟ ايه اللي بيحصل؟ اقول لك الثريد دي مجموعه انستراكشنز. الثريد دي مجموعه انستراكشنز او مجموعه تعليمات او مجموعه اوامر البروسيسور بينفذها. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الثريد هي مجموعه الاوامر او الانستراكشنز اللي البروسيسور بينفذها. طيب في تقنيتين في موضوع الثريد ده. ايه التقنيتين؟ الهايبر والمالتي. الهايبر ثريدنج والمالتي ثريدنج. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اقول لك والله ان الهايبر ثريدنج بتخليني، طيب انا دلوقتي الهايبر ثريدنج هي تقنيه بتخلي الكور الواحد ينفذ 2 ثريد. هتقول لي امال هو المفروض ينفذ كام؟ بقول لك والله الطبيعي، الحاله الطبيعيه ان كل كور بينفذ ثريد واحده، ده الطبيعي. الهايبر ثريدنج بتخلي الكور الواحد ينفذ 2 ثريد. طيب المالتي ثريدنج معناها ايه؟ هقول لك بكل بساطه، في الطبيعي البروسيسور بياخد الثريد او بياخد مجموعه الاوامر دي وينفذها، يخلص دي يخش على اللي بعدها، يخلص دي يخش على اللي بعدها، وهكذا. المالتي ثريدنج بيخليني اقدر اشتغل على اكتر من واحده في نفس الثانيه.
مش لازم اخلص دي الاول واروح لدي واروح لدي، لا ممكن اشتغل في دي واشتغل في دي واشتغل في دي في نفس الثانيه عادي. طيب بالنسبه للهايبر، احنا قلنا كل كور بيديني ثريد. لو انا فعلت الهايبر مود او الهايبر ثريدنج، كل كور هيديني 2 ثريد، يعني السنجل هيديني 2، الدو هيديني 4، الكواد اللي هو 4 هيديني 8، الاوكتا اللي هو 8 هيديني 16 ثريد. لو انا مفعل الهايبر ثريدنج كل كور هيديني 2 ثريد. واتفقنا ان الثريد هي مجموعه الانستراكشن او مجموعه التعليمات اللي البروسيسور بينفذها. طيب نيجي لاهم نقطه، وتلاقي حتى اللي بيبيع لك لابتوب يركز عليها، الكاش. يقول لك ده في كام كاش ومش عارف الكاش قد ايه. ايه بقى الكاش؟ ايه الكلام ده كله؟ ايه اللي بلات الكاش والريجستر؟ شرحنا هناك، ريجستر شرحنا هناك، المفروض تكون فاهمه يعني، لو انت مش فاهمه هنفخك. ما هو الكاش؟ زي ما شرحنا في الاي ال يو، عرفنا يعني ايه كاش، وقلت لك ان هي ميموري صغيره سريعه جدا بخزن فيها داتا قليله، تبقى دايما جوه البروسيسور او جنبه على طول. بس ما قلناش هي كام ليفل، بتتكون من ايه، وايه حكايتها بالظبط. تعالى بقى نشرح حكايتها بالتفصيل. والله لقيته هنا بيقول لي لماذا توجد الكاش؟ ليه اخترعنا كاش للبروسيسور؟ المفروض انت عارف دلوقتي، المفروض تجاوب عليا. ليه اخترعنا كاش للبروسيسور؟ احنا قلناها في مرحله الاي ال يو، افتكر. لماذا توجد الكاش؟ والله الكاش موجود عشان اخزن الداتا الصغيره اللي انا محتاجها في حته سريعه جنب البروسيسور، عشان لما احتاجها هتيجي بسرعه. دي اهميه الكاش، ده دورها الاساسي. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين الرامات؟ ما الرامات بتعمل نفس الموضوع، ما الرامات بتبعت الداتا للبروسيسور، واي ديفايس او اي ستورج بيبعت الداتا للبروسيسور. اشمعنى الكاش؟ ليه الكاش اللي قاعده جنب البروسيسور ومهمه قوي بالنسبه له كده؟ هقول لك والله الكاش صغيره جدا، مايكرو شبايه ما بتبانش، انما الرامات انت بتمسكها بايدك قد كده، اسرع بمراحل، وعيبها الوحيد ان هي غاليه حبتين 3 4 موجوده جوه البروسيسور. انما الرامه كبيره، انت بتمسك الرامه بايدك، ابطا من الكاش بكتير، ابطا منه بمراحل انت ما تتخيلهاش، اقل في السعر، وهي كان حتى سعرها غالي الرامات دلوقتي، بس هي اقل 1000 مره من سعر الكاش. موجوده بره المعالج، موجوده في الرام سلوت، في المكان اللي بيبقى فيه كليبسين تضغط عليها. يبقى ده الفرق الظاهري ما بين الكاش والرام. طيب هل الكاش ده مستويات؟ يعني هل ليه مستويات؟ هل ليه ليفلات زي الرامات مثلا؟ في دي دي ار 1، دي دي ار 2، دي دي ار 3، دي دي ار 4، دي دي ار 5. ايه الكلام ده بقى؟ هل هي ليها ليفلات؟ اقول لك الكاش ليها مستويات، مش كل كاش زي التاني. بمعنى انا عندي 3 مستويات للكاش، ليفل 1 وليفل 2 ليفل 3، مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت، وبعدهم الرام. هتقول لي ايه ده بقى؟ ايه الكلام الكبير ده؟ هقول لك ولا كلام كبير ولا حاجه. الكاش عندي 3 مستويات، مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. ببدا من فوق، من الصغير للكبير، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، والرامات بعدهم. من الصغير للكبير، من الصغير في الحجم للكبير في الحجم. يعني ال L1 هي اصغر حاجه، تبقى في اول الهرم. ال L1 هي اصغر حاجه حجما، شبايه قد كده ما بتبانش. ال L2 اكبر منها شويه، ال L3 اكبر منها شويه، الرامه اكبر منهم كلهم. بس ال L1 هي اسرع واحده، ال L2 ابطا، ال L3 ابطا، الرامه بطيئه خالص. يبقى انا كل ما بنزل تحت الحجم بيكبر والسرعه بتقل، كل ما بنزل تحت الحجم بيكبر والسرعه بتقل. يعني انا الهرم بتاعي اوله ليفل 1 اللي هو L1 كاش، ليفل 2 ليفل 3 الرامات. يبقى الذاكره او الميموري في اي جهاز بيتكون من الاربع حاجات دول. ليفل 1 كاش اللي هو المستوى الاول، مستوى تاني، مستوى تالت، رامات. بنزل تحت الحجم بيكبر، حجم الكاش او الرامه بيكبر بس سرعته بتقل. يعني دي الاسرع ثم الابطا ثم الابطا ثم الابطا، دي الصغيره ثم الاكبر ثم الاكبر ثم الاكبر. كل ما نزلنا تحت الحجم بيزيد والسرعه بتقل. طيب قلنا الكلام ده هنا خلاص، اللي هو السرعه بتقل وبتزيد ومتوسط والكلام ده كله. طيب هم ليه تقسيمتهم كده؟ ليه ال L1 صغير واسرع، والتاني متوسط وسريع، والتالت كبير واقل سرعه؟ ليه التقسيمه دي؟ اقول لك عشان ده
الصغير ده هو اللي جنب البروسيسور. طالما صغير قوي كده بيتحط جنب البروسيسور فبيبقى اسرع واحد فيهم، بعده ده، بعده ده، وهكذا. بقى كده عرفنا الكاش واهميته وهو بيتقسم كام ليفل. نيجي بعد كده على الريجستر. الريجستر احنا خدناه في الاركتكتشر بتاعت البروسيسور او البنيه بتاعت البروسيسور. كان ايه لازمته وكان مين اسرع، الكاش ولا الريجستر؟ حاول تفتكر كده. طيب انت تتوقع مين الاسرع، الريجستر ولا الكاش؟ من خلال اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي مين فيهم اسرع؟ مين فيهم جوه البروسيسور ومين فيهم جنب البروسيسور؟ مين؟ قول ما تخافش، قول مش هضربك، قول علي صوتك مش سامعك، قلت ريجستر. مين فيهم الاسرع، الريجستر ولا الكاش؟ قول ما تخافش، قلت ريجستر صح. اشطر كتكوت. هي الريجستر فعلا هي الصح. ريجستر جوه البروسيسور انما الكاش جنبه. الريجستر مهما يحصل هي الاسرع. يعني لو زودنا حاجه على الهرم ده هقول لك ان فوقهم الريجستر. ريجستر وبعد كده كاش L1 L2 L3 الرام وبعد كده الهاردات بتيجي في المرتبه الاخيره. يبقى انا عندي الريجستر 3 انواع: بي سي، اي ار، اي سي سي. ايه الكلام الكبير ده وايه العقد اللي انت داخل لنا فيها؟ تلاقي واحد دلوقتي قاعد يقول ايه الكلام اللي انا دخلت فيه ده، انا بدات الكورس بكيف بدا الكمبيوتر ودلوقتي انا داخل في بي سي واي ار واي سي سي وكلام ما يعلم به الا ربنا. اقول لك واحده تبقى اساسك صح عشان تعرف اللي احنا داخلين عليه. واحده بقى عايز افهم الكلام ده. نيجي نفهم اول حاجه الا وهي البروجرام كاونتر. يعني ايه بروجرام كاونتر؟ ايه البي سي ده؟ ايه البروجرام كاونتر؟ هقول لك والله البي سي ده ده اللي بيعمل سيف للادرس او لعنوان التعليمه اللي البروسيسور هينفذها. واحده عشان انا مش فاهم. مش انا دلوقتي قلت ان انا اللي بنفذه ده اسمه تعليمات او انستراكشنز او تعليمه لو قلناها مفرد؟ لما بقول له اعمل لي كذا او اجمع لي كذا مش انا بديله امر او تعليمات او اوامر؟ هي دي اللي انا بنفذها من اول ما بدانا في البروسيسور. طيب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ تخيل انا دلوقتي انا كاحمد قاعد على اللابتوب بتاعي رحت فاتح جوجل كروم وفي نفس الثانيه رحت ضاغط على واتساب. فتحت الاثنين مع بعض. البروسيسور هيعرف اهني تعليمه جت الاول، يعني اهني امر خده الاول. اي امر فيهم هيشتغل، بتاع الواتساب ولا بتاع جوجل كروم؟ تقول لي الاثنين هيشتغلوا، يقول لك ماشي فعلا الاثنين لازم يشتغلوا، لو ما اشتغلوش تبقى كارثه. بس مين هيفتح الاول؟ مش المفروض كروم يفتح الاول؟ انا ضغطت على كروم الاول وبعدها ضغطت على واتساب فطبيعي كروم يفتح الاول. طيب هو عرف منين؟ هو جاله التعليمتين مع بعض، جاله كروم وجاله افتح واتساب، قلت له افتح كروم وافتح واتساب، هو هيعرف منين؟ اهني تعليمه هتتنفذ الاول. هقول لك بعمل عنوان لكل تعليم، مش انا اللي بعمل، هو بيعملها لوحده تلقائي. بيقول لك والله دي جت رقم 1، دي جت رقم 2، دي جت رقم 3، دي جت رقم 4. العنوان ده او الادرس ده او الكود ده اللي بيميزهم عن بعض. فالبي سي او البروجرام كاونتر هو اللي بيحفظ العنوان ده عشان يرتبهم صح، يعرف مين هيبدا، هشغل دي الاول ولا دي الاول. ده وظيفه البروجرام كاونتر، بيحفظ الادرس او التعليمه، بيحفظ الادرس للانستراكشر او التعليمه او الامر اللي انا هنفذه. طيب الاي ار الانستراكشن ريجستر ده بقى اللي بيعمل سيف للانستراكشن او التعليمه اللي انا بنفذها دلوقتي. يعني خلاص اركن لي دول على جنب، اركن لي واتساب، انا هنفذ كروم. مين اللي مسؤول عن الحته دي؟ هو الاي ار اللي مسؤول عن الحته دي بالظبط. اركن لي واتساب، انا شغال دلوقتي في كروم، سيفها لي. هو اللي مسؤول عن الحته دي. يبقى البي سي بيرتبهم، مسؤول عن عناوينهم وترتيبهم الصح. الاي ار او الانستراكشن ريجستر ده المسؤول عن ان هو يسيف التعليمه او الامر اللي شغال حاليا. طيب بدماغك كده بترتيبهم الصح، واحد بيرتبهم، واحد مسؤول عن اللي شغال، يبقى التالت مسؤول عن ايه؟ هتلاقيه مسؤول عن تخزين النتائج. هشرحها لك بس انت مش ملاحظ حاجه. من ساعه ما بدانا في موضوع الكمبيوتر ده انت مش ملاحظ حاجه. مش ملاحظ ان انا بدات لك ان اي جهاز كمبيوتر بيبقى فيه 3 مراحل: انبوت، بروسيسنج، اوتبوت. جينا هنا فوق في السايكل لقينا فيتش وديكود واكسكيوت ورايت باك. مش حاسس ان الفيتش دي قريبه من الانبوت شويه او شبهها؟ مش حاسس ان الاكسكيوت دي قريبه من البروسيسنج؟ مش حاسس ان الرايت باك دي قريبه من الاوتبوت؟ مش حاسس بحاجه زي كده؟ مش حاسس مثلا ان دي نفس النظام مع اختلاف كل واحده بتعمل ايه ودور كل واحده، بس كلهم بيدوروا في نفس العمليه؟
بيجي لي داتا بشتغل عليها بطلع ناتج. اوعى تنسى المعلومه دي من دماغك. المهم نرجع لموضوعنا. الاكيوميليتور دي الحته اللي انا بخزن فيها الداتا او النتيجه المؤقته اللي طالعه من التعليمه اللي انا نفذتها. هتقول لي بس انا ايه اللي انا هخزنه لما افتح جوجل كروم؟ تقول لي يعني انت قفشت في مثال جوجل كروم خلاص مفيش غيره يعني؟ وفي حاجات ثانيه. افرض التعليمه دي كانت ان هو يجمع رقمين مثلا، هو محتاج يسيف الرقم فيسيفه في الاكيوميليتور ده بالنسبه للريجستر. لو ركزت في التفصيل هتلاقي ان انت بتتعمق جوه وبتفهم كل حاجه قوي بالتفصيل. مش عايزك تمل ولا تزهق ولا تقول الكلام كبير عليا، الكلام مش كبير ولا حاجه. انت بتفهم، انت في اول الفيديو فهمت ان الكلام ده كله العمليات الحسابيه، فهمت ان العمليات الحسابيه اللي بيعملها البروسيسور وبيعملها سواء بقى كان في الاي ال يو ولا في الارثمتيك ولا في ايه بالظبط، انت فهمت ايه اللي بيحصل بالظبط. دلوقتي انت بتفهم مين الحته المسؤوله عن كل حاجه زي دي. الكاش بتعمل ايه والريجستر بتعمل ايه وكل حاجه بتعمل ايه. فعايزك تركز وتكتب ورايا كل حرف انا بقوله. نيجي للجزء اللي بعد كده الا وهو جزء الرام. وداعا للبروسيسور. كده جزء البروسيسور خلص تماما واتفرم فرمه صح الحمد لله. بدأنا البروسيسور بتعريفه وماذا يفعل وايه العمليات اللي هو بيعملها، ودخلنا على البنيه بتاعته وتكوينه بيتكون من ايه، السايكل اللي بينفذها، سرعه المعالج بتتقاس ازاي وبتعمل ايه بالظبط، ودخلنا بعد كده على الكورز اللي جواه وعرفنا يعني ايه انويه ويعني ايه ثريد ويعني ايه كاش وهم كام ليفل مستوياتهم، وعرفنا الريجستر بالتفصيل بيبقى فيها كام ريجستر.